السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي ونخش على المطبخ. شوفوا الكفتة التحفة دي، كفتة داود باشا، هي اسمها كده، كفتة بالحمص. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة وكوباية حمص هنطحنه نخليه يعني بودرة. وبعدين هنا بصلاية وعودين بقدونس، يعني هناخد حبة كده من الحزمة، وبتاع 3 4 فصوص توم هنطحنهم في الكبة كويس. خلاص، ده الحمص بعد ما اتطحن بقى بودرة. وهنا اللحمة طبعا كانت متلجة، بحاول ان انا امشيها. المفروض ان انتي بتحطيها في الكبة لو عندك، بتقعدي تعجني فيها لحد تلفيها يعني في الكبة لحد ما تلم كويس خالص عشان ما تفكش منك. انا طبعا الكبة كانت صغيرة مش مساعداني يعني، فانا عجنتها على ايدي. طحنت الحمص وطحنت البصل وفكيت اللحمة في الكبة شوية كده، وبعدين كلها عجنتها زي ما انتوا شايفين لحد ما لمت نفسها كده اهي، وكورتها بقى بالشكل ده. خلاص، المكونات: نص لحمة مفرومة، كوباية حمص بتطحنيه بودرة، بصلاية، عودين بقدونس، كام فص توم. خلاص، وانا هنا كورتها وحطيت زيت وسخنته كده وحطيتها بقى اقليها. الكفتة دي تحفة حلوة جدا، وكمان يعني النص كيلو عمل كمية حلوة يعني تكفي عيلة. خلاص، يعني هي فعلا مش عارفة ليه سموها كفتة داود باشا. فعلا البشوات كانوا بياكلوا الكفتة بالطريقة دي ولا ايه؟ مش عارفة، هي مختلفة عن كفتة الرز بتاعتنا خالص. بس خلاص، هنا كده انا قليت الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى الصلصة بتاعتها ولا اسهل من كده. طبعا هي فيها توم وبصل وبقدونس وفيها كل حاجة. الصلصة بتاعتها بتبقى بقى؟ هنبقى نفرم القوطة ونصفيها، هنشوف مع بعض دلوقتي. انا هنا كده قلت الكمية كلها خلاص، ده كان اخر حاجة. طبعا انا جبت هنا حوالي مثلا اقل من الكيلو قوطة، وبعدين فرمته كويس وصفيته. الحلة فاضية ما فيهاش ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. وبعدين صفيتها، لازم تصفي القوطة بقى هنا عشان بصوا بتطلع بتطلع حاجات رهيبة، البذر والتفل والحاجات بتاعة القوطة. ودي زبدة، هنحط بتاع معلقتين كبار من الزبدة على القوطة. خلاص، مش هنحط فيها اي حاجة، وشوية فلفل وشوية ملح. دي الصلصة بتاعتها. خلاص، هنسيبها لحد ما تاخد التسبيكة التمام، ونحس ان هي كده خلاص دخلت في التسبيكة خالص اهي. ونزلي عليها بالكفتة. بس في اسهل من كده اظن مفيش بقى يا جماعة. بس خلاص، هي دي كانت الكفتة تحفة. جربيها. عملت جنبها شوية رز بلسان عصفور جميل جدا. بصوا الكفتة لونها عامل ازاي، حلوة قوي وريحتها رهيبة الصراحة. خلاص، يعني احنا ما عملناش في الصلصة اي حاجة غير القوطة، حطينا شوية فلفل وشوية ملح ومعلقتين زبدة، وده كان شكل الاكل. لازم تجربوا الطريقة دي يا جماعة. كفتة داود باشا دي لا يعلى عليها. بألف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.